لو انت اب او ام وعندكم اولاد فارجوكم ما تقلبوش الفيديو ده وكملوه للاخر، لان ده من اكتر الحاجات المؤلمه والصادمه اللي ممكن تعدي عليكم كأهل. غالبا لو ابنك دلوقتي بقى سنه او سنتين فجزء من اليوم ان هو بيتفرج على كرتون، شئنا ام ابينا ده بقى خلاص مزقوق علينا. فبنفتح اليوتيوب في فيديوهات كتير جدا معموله بالذكاء الاصطناعي شكلها لطيف، قطط بتعمل حاجات وبتاع، فانت بتسيبه يتفرج وخلاص، انت شايف ان هي حاجه ما فيهاش اي مشكله. كميه البلاغات اللي حصلت على محتوى على اليوتيوب يبان من بره ان هو محتوى لطيف وجميل، ومن جوه في كميه رسائل خبيثه موجوده. واظن انتوا عارفين انا بتكلم على انهي فيديو، اللي هو كان بتاع القطط وبالملابس الداخليه، كانت حاجه بشعه جدا وكرتون اطفال بس معمول بالاي اي. طيب هتقول لي طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هفرجه على ايه؟ انا قعدت كتير جدا بقى ادور على الموضوع ده واشوف الكرتونات المختلفه. لقيت من يمكن اكتر من 6 سنين قطر فاونديشن عاملين كرتون اسمه سراج، حاجه كده يعني انا اتكيفت لما شفته. كرتون 3 دي معمول من كذا موسم بيتكلموا على حروف اللغه العربيه. كل حلقه الاسد راح الفضاء وازاي ننطق كلمه اسد، والاسد عمل ايه والمشاكل ويحلوا الموضوع، والولد في الاخر يتعلم الحروف. عملوا موسم بعديها بيتكلم على اركان الاسلام، وبيتكلم على الثقه بالنفس، وبيتكلم على مهارات زي مهاره التخطيط وفعل الخير. 6 مواسم، كل موسم حلقات احلى من الحلقات اللي قبليها. موجود مجانا على اليوتيوب. قطر فاونديشن نرفع لكم القبعه على هذا الانتاج المتميز. خلوا بالكم من ولادكم لان الايام الجايه محتاج ان احنا نركز شويه. شكرا قطر فاونديشن. ولا يا جماعه ده مش اعلان، وكالعاده ادعي لي.